ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الفطير الحلو ده بمقادير بسيطه جدا. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا الطريقه. هنا دي اول حاجه، دي قشطه كدابه عباره عن كوبايتين لبن عليهم معلقتين ونص نشا، هيتقلوا على النار. وبعدين نطفي عليهم. هنا دي بقى لفه جلاش، ورقتين كده ما بينهم سمنه. تمام زي ما انتم شايفين كده بالظبط. نعمل كده بالفرشة كده على الجلاش، نحط في النص بقى كده المهلبية دي او القشطة الكدابة. القشطة الكدابة دي انا ما حطيتش فيها سكر، عبارة عن، هقول تاني، كوبايتين لبن عليهم معلقتين ونص نشا، هنرفعهم على النار لحد ما يتقلوا وبعدين نطفي عليهم. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت القشطة الكدابة او المهلبية وقفلت عليها كده، وبين كل راقة وراقة نحط سمنة. هعمل واحدة تانية كمان قدامكم. دي اول رقة حطيت سمنة اهو، نحط الرقة التانية عليها، نحط السمنة برضو، وبعدين هنحط المهلبية كده في النص. بجد مفيش اسهل من كده وصفة حلوة جدا اهو. زي ما انتم شايفين قفلت كده، ونحط سمنة وهنقفل عليها. تمام. انا بقى هسويها على نار البوتاجاز. انت ممكن تدخليها الفرن عادي جدا، بس احنا عايزين وصفة سريعة فهنعملها على نار البوتاجاز، وهتبقى برضو جميلة جدا على نار هادية خالص. يعني ما تعليش عليها عشان تستوى كده وتورق، على نار هادية ونقلب. شايفين اخدت لون جميل جدا جدا، ما بتاخدش وقت كمان على النار. بجد طريقة حلوة قوي قوي وسهلة، ما تفرقش حاجة عن الفطير خالص اللي نشتريه من بره، بل بالعكس حلوة قوي قوي. وكفاية ان هي يعني بمقادير بسيطة خالص. عملت كل الكمية طلعت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ده شربات انا عاملاه، كوباية سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، وفانيليا. غلوا 10 دقايق على النار وشلته. انا هنا بقطعها بالمقص، جيت اقطعها بالسكينه بصراحه ضايقتني، فقلت المقص اسهل. شايفين شكلها جميل ازاي، والقشطه الكدابه بجد شكلها حلو قوي قوي، مقرمشه وطريه في نفس الوقت. انت ممكن تقومي ضايفه عليها كده لبن براحتك. انا ضفت عليها كده جوز هند وزبيب. بجد حلوه قوي وهتعجب اي حد هيدوقها، هتعجبه جدا جدا، وسريعه وسهله. لفة جلاش هتعملي كل الحاجات دي.